اهلا بكم في قناه بنت شيف. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي عزومه، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض ونسمي بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها هي اللحمه عشان تاخد وقت طويل. هبدا احط معلقه سمنه وبعدين شويه زيت صغيرين لا بعيد عن الدوشه دي. اول حاجه نستعملها المعلقه الخشب الاول عشان الدوشه دي، وننزل على طول باللحمه. انا عندي لحمه ضاني، هبدا اشوحها الاول. طبعا اول ما بنحطها كده ما بنقلبهاش، هنسيبها الاول تاخد الصدمه الاولانيه وتاخد لون، وبعد كده نبدا نقلبها بقى. الدرجه دي بتبقى حلوه قوي كده. وبعد البصل على طول الطماطم والجزر ورق اللورا، ونقلب كله مع بعضه. طبعا لو عندك بصل صغير ممكن تحطيه من غير اي تقطيع، وحتى بصلتين صغيرين كده. هبدا هنا دلوقتي هحط البهارات، بهارات بسيطه جدا، ملح وكمون وكزبره بس كده، ونقلبها برده مع البهارات. اول ما ريحتها تبدا تطلع البهارات اللي لسه حطاها دلوقتي هنضيف ميه، بس احنا طبعا زي ما احنا عارفين هنضيف ميه سخنه مش ميه بارده، علشان انا لسه مشوحه اللحمه مش عايزه اطفيها بميه بارده. تطفيها بميه سخنه طول المسام بتاعتها تتقفل كده والطعم يفضل فيها حلو. بس كده حلو قوي. هنضيف الميه، هننزل بالميه كده وبعد ما ضفنا الميه هنبدا نغطيها. وطبعا احنا لما بنيجي نغطي اللحمه بنخليها متوربه كده مش مقفوله للاخر. ويلا نكمل نشوف هنعمل ايه مع بعض. غطينا على اللحمه وسيبناها علشان تستوي، وفات 10 دقايق عشان طبعا احنا حاطين ميه سخنه. هبدا اشيل الريم اللي هيظهر على وش الشوربه بتاعتنا كده. في حد سالني امتى ابدا اشيل الريم، لما تغلي ولا قبل ما تغلي؟ لا، انا قبل ما تغلي بيتجمع كله زي ما انت شايفه كده، تبداي تشيليه. ده بيمنع لك اي زفاره او اي حاجه تبقى موجوده في الشوربه مش حباها. كده تاخدي شويه شوربه ممتازين. شايفه بالشكل ده، واغطيها بقى وخليها تكمل السوا بتاعها. وعلى ما اللحمه تستوي هبدا اعمل الرز المعمر او الرز المدسوس على حسب ما بتسموه. هنعمل الصينيه والبرام كمان او الطاجن. الصينيه عرفنا بنعمل المعيار بتاعها ازاي، الرز او الكميه بتاعتها تماما. لو انت مش عارفه المقاس بتاعك بتجيبي الرز وبتسويه بالشكل ده، وبعدين بتشوفي ارتفاع الرز بيساوي عقله صباع واحده بالطريقه دي بالظبط. طب انا مش عارفه اعمله كده، خلاص هتقسمي الصينيه 3 اجزاء، جزء للرز وجزء للحليب وجزء يرتفع فيه الرز لما بيستوي. طب انا برضو الصينيه بتاعتي مش عارفه المقدار ولا عارفه اقسمها 3، بسيطه جدا. كيلو الرز بياخد كيلو ونص او كيلو وربع حليب وربع ميه، يبقى تقسميها كيلوهات بالطريقه دي. تشوفي بقى كيلو الرز الصينيه هتاخد الكيلو الرز تحطي عليها كيلو وربع، والربع التاني بتعملي حساب الميه، لان احنا طبعا بنضيف ميه. السبب ان هي بتخلي الرز يفلفل معاكي وما يبقاش معجن لما بتضيفي له حليب بس. يلا على طول نشوف المعيار بتاع الرز اللي هنحطه في البرام. برضو المعيار بتاع البرام بتاعنا برضو
نفس الفكرة تقسميه 3 اجزاء، جزء للرز وجزء الحليب وجزء تحطي تسيبيه عشان لما يرتفع الوش كله ما يقعش. طب انا مش عايزه اقسمه اجزاء، هتجيبي مج، اي مج عندك، وهتحطيه هو في معيار للرز. هنضيف مج ونساوي، لسه برضو في جزء كبير هنجيب كمان مج، وهنزود المج التاني ونساوي برضو. طبعا الرز بتاعي لسه ما غسلتوش ولا اي حاجه، انا بشوف المعيار الاول وبعدين كده ابدا اغسله. كده برضو لسه الارتفاع مكملش معايا، هضيف نص مج رز كمان واساوي كده. بقى جاهز معايا بالشكل ده. شايفه الارتفاع اللي انا سايباه قد ايه؟ اما اجي اضيف اللبن، هنا حطينا مجين ونص، هضيف 3 لبن وعليهم كمان نص ميه، الميه علشان الرز يفلفل معايا. تمام. هبدا بقى اغسل الرز وبعدين نيجي نشوف هنعمله ازاي. وكده بعد ما غسلنا الرز، احنا غسلناه بس ما نقعتوش خالص، هنبدا نضيف الزبده والقشطه، حوالي ربع كيلو من الزبده والقشطه مع بعض. وهنضيف معلقه كبيره من الزيت ورشه ملح ومعلقه سكر، وهنبدا نفركها كده مع الرز بحيث ان كل الرز يوصله الزبده والقشطه. كده هتبقي متاكده ان كل حبات الرز وصلها زبده وقشطه زي بعضها. وهنعمل الجرام برضو حوالي 150 من الزبده والقشطه، وبرضو هنعمل الرز كده زي الصينيه بالظبط. طبعا انا دلوقتي بعمل الرز بتاعي حادق، لو عايزه تعمليه حلو مش هتحطي ملح خالص، هتحطي سكر، وبكده هيبقى نفس الخطوات بس هيطلع من مسكر معاكي. وبكده بقى جاهز معايا، وهنبدأ نضيف اللبن. كده هنبدأ نضيف بقى اللبن. في حد قال لي ان الفرق ما بين اللبن والحليب، في بعض الدول بيسموا اللبن اللي هو لبن عادي بس كده ده الزبادي، واللبن اللي هو اللي احنا بنقصده اللي هو الحليب بالنسبه لهم. تمام. عشان كده اللبن الحليب بتاعنا اللي هو اللبن كامل الدسم عادي خالص، هبدأ اضيف اللبن على الرز بتاعي بالشكل ده وهسويه. وهبدأ اضيف اللبن برضو هنا، طبعا المعلقة دي علشان ما تعملش حفرة كده في الرز فتبوظ لي شكل الصينية خالص. كده بعد كده كده انا زودت اللبن، هبدأ اضيف المية علشان الرز يفلفل. بنقول تاني اهو كده تمام. هزود المية في البرام برضو، حطينا هنا 3 كوبايات اللبن او التلت الباقي من البرام، هبدأ ازود برضو نص المية اللي اتفقنا عليه. وشايفة الجزء الباقي ده هو الرز هيرفع فيه، وبرضو نفس الموضوع في الصينية. التسوية بقى ازاي؟ طريقة التسوية لو انت هتعملي في الفرن طريقة التسوية بتاعتي ازاي؟ لو انت هتسوي في الفرن الكبير فعادي انت هتحطي الصينية بتاعتك او الطاجن وهيكون شغال من الشعلة ومن الارضية بتاعته، وبعد شوية بتبدأي انك توطي عليه خالص وتسيبيه لوحده، هو هيستوي ويسوي وهيطلع معاكي ممتاز. طب انا ما عنديش وهشتغل في البوتاجاز،
في فرن البوتاجاز بقى في بوتاجازات بيبقى فيها الشعلة بتشتغل لوحدها او الشواية بتشتغل لوحدها، والارضية بتاعته او القعر بتاعه بيشتغل لوحده. في الحالة دي هتشغلي الارضية بتاعة الفرن وهتحطي عليها الصينية، مش هتشغلي الشواية في الاول. وبعد ما خلاص استوى بدأ يغلي معاكي وهتلاقي ان الرز علي والوش بدأ يتحمر من سخونية الفرن، هتبدأي تشغلي الشواية من فوق. طب لو انا عندي الفرن بيشتغل من الشواية ومن الارضية بتاعته مع بعض، هتشغليهم مع بعض الاول. في اول ربع ساعة هيبدأ الوش يتلون، هتبدأي تطفي الشواية وتسيبي الفرن شغال كله من تحت، وهيكمل تسويته برضو نفس الموضوع لحد ما يبدأ يغلي واللبن تلاقيه خلاص ما عدتيش شايفاه والرز رفع معاكي. هتشغلي الشواية علشان تظبطي الوش بتاع الفرن. وبس على كده. يلا بينا نحطه في الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. كده انا حطيتها في الفرن، هبدأ بقى اقفل وانا مشغله الشوايه ومشغله الفرن من تحت كمان. هنسيبها على جنبه كده نخلص الحاجه الباقيه واوريهولكوا كمان شويه. يلا بينا نبص بصه كده على الرز، الريحه تجنن. كده بقى هبدأ اهدي الشوايه عليه شويه وهسيبه شغال زي ما هو الفرن من تحت. تمام. هبدأ كده اطفي الشوايه واسيبه يكمل سواء على مهله. في الرز بتاعنا الله بقى شايفين عامل ازاي. هنطفي على الشوايه بتاعتنا وهنسيبه كده يكمل سواء، ويلا بينا نعمل الباميه. في حله على البوتاجاز وهنبدأ ننزل بمعلقه زيت كبيره ومعلقه كبيره من الزبده، وطبعا هي سخنه هننزل على طول بالبصل وعلى طول قبل ما البصل يبدأ يدبل هننزل بمعلقه توم حلوه كده ونقلبها، وهنضيف الفلفل. هنبدأ تقليبه كده ونبدأ نحط التوابل بتاعتنا. اول حاجه هنضيف كمون، رشه قرفه صغيره تديها ريحه حلوه قوي، وهنضيف كزبره وبابريكا ونقلب كله مع بعضه. جميل قوي كده، طعمها جميله جدا. هننزل على طول باللحمه، وهنقلبهم مع بعض. اللحمه كده تاخد تشويحه مع الثوم والبصل والفلفل. دقيقه كده نقلبهم قبل ما نضيف الصلصه. بعد ما قلبناها مع بعض هننزل بالصلصه. لو ما عندكيش صلصه هيبقى عصير طماطم ومعلقتين صلصه جاهزه، ونقلبهم مع بعض بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما ضفنا الباميه هنسيبها تاخد غلوه كده مع بعضها الاول قبل ما نكمل سوا فيها. وكده بدأت تاخد غلوه معايا، هضيف لها بقى شوربه. شايفه الشوربه رايقه خالص مفيش اي حاجه. هسيبها تاخد غلوه وبعدين نبدا نكمل سواها في الطاجن. يعني مش هسيبها تستوي الاخر، هي الباميه عموما ما بتاخدش سوا كتير، بس اهم حاجه تعمليها ان انت تسويها على نار هاديه. عموما اي طبيخ لونه اخضر بنسويه على نار هاديه مش نار حاميه، علشان ما يسودش معاكي. في تشوفي ان الباميه بدات تسود معاكي كده ليه؟ نارها المفروض تبقى هاديه شويه مش عاليه خالص. تمام. هغطيها واسيبها شويه وبعدين نبدا نحطها في الطاجن. وكده الباميه بعد ما خدت غلوه معايا شايفين
قبل ما تكمل سواها هنحطها في الطاجن تكمل السوا فيه. انا كده خلاص مش عايزاها تستوي على الاخر، يلا بينا نحطها في الطاجن. هنبدأ بقى نحطها في الطاجن. اللحمة فاضلها حاجات بسيطة جدا وتستوي مع البامية، هتاخد نفس السوا ده، هتطلع معاكي دايبة وجميلة جدا. وبس كده هتبداي تحطيهم في الفرن علشان ياخدوا وش وتكمل سواها وتاخد طعم الطواجن الجميله اللي احنا بنحبها. دلوقتي حطينا الطواجن في الفرن، هسيبها بقى مع نفسها كده نص ساعه على ما نعمل الملوخيه. وبعد ما حطينا الطواجن بتاعتنا يلا نعمل الملوخيه. الملوخيه اللي عندي ناشفه، يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنعمل الملوخيه طبعا بنحط الشوربه. اهم حاجه في الملوخيه الناشفه ان هي تكون الشوربه بتاعتها سخنه، او حتى الخضر كمان الشوربه تبقى سخنه علشان ما تنزلكيش في الارضيه، يعني شوربتها تبقى سخنه عشان تبقى معاكي مظبوطه. ودلوقتي الشوربه غليت، هبدا اضيف الملوخيه ونقلبها في الشوربه. تمام، شايفه القوام بتاعها. الاوليه يا حبايبي في المطاعم بيقعدوا يعملوا كده في الملوخيه، يعني تحس ان هم ايه عاملين لها شو مخصوص، هتزعل لو ما عملوهوش. يفضلوا من طبق لطبق لحد ما تحس انك ندمان انك قلت عايز اكل ملوخيه. اللي هو طلبت ملوخيه استحمل بقى. المهم نكمل. لو حد عارف السبب يا ريت يعرفولي عشان انا مش عارفاه. هبدا بقى اجهز لها الطشه بتاعتها. معلقه سمنه كنا مجهزينها مع بعض، ومعاها معلقه كبيره زيت. ونبدا اول ما السمنه تبدا تدوب كده هننزل بمعلقه توم تكون حلوه كده، نبدا نحمرها كده. هنضيف لها معلقه من الكزبره الناشفه، يعني معلقه صغيره خالص، يعني مش معلقه كبيره. لو حد يروح يعمل معلقه كبيره تكون حطت معلقه كزبره كامله، معلقه صغيره من بتاعه التوابل. هنبدا بقى نحمر الثوم لحد ما ياخد لون معانا. شمين الريحه، اكيد شمينها صح. اول ما يوصل للدرجه دي خلاص كده نبدا ونقلبها كده. طبعا لازم اعمل شو برضو، ما يمكن هي ديت سر الملوخيه. لسه كنت بتكلم عنه دلوقتي، حبيت ان احنا نعمله لايف. اكيد في سر في الموضوع، ما محتاجه بجد اعرفه يا جماعه. كده بقت الملوخيه جاهزه معايا. شوفي الباميه اخبارها ايه دلوقتي. الله كده تمام بقى جاهز معايا خلاص. شايفه البرام بتاعي جاهز. هطلعته من الفرن بس هو لسه متأثر شويه. كده البرام بتاعي الباميه جاهز. تاكليه بقى جنب الرز او بعيش هيبقى طعمه يجنن.
او حتى بالعيش. شايفين بقت تحفه ازاي، واللحمه دايبه دايبه خالص. شايفه اللحمه دايبه ازاي، بالهنا والشفا. وكده بعد ما الرز استوى خلاص، شايفين الوش طري ازاي. بتعرفي منين بقى ان هو استوى؟ بسكينه، بخله، باي حاجه بتحطيها كده وبتطلع نظيفه خالص كده. كده يبقى خلاص استوى. وما بتحسيش ان الرز محبب كده وانتي بتحطي السكينه او بتحطي الخله او اي حاجه. وبكده اكون خلصنا الملوخيه بتاعتنا كمان. شايفه ومن غير شويه يا جماعه علشان يبقى خلصناها كمان، ويبقى كده الملوخيه جاهزه معانا. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد وتدعمونا ان احنا نكمل، ولو رايكم في التعليقات. وبالهنا والشفا.